السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شيوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كي كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم واحد الكوتي متنوع كيوجد بسرعه ولكن كيجي رائع. غنوجدوا بعجين واحد المالح والحلو وكذلك واحد الكيك اللي ساهل. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير. غادي نبداو على بركه الله بالعجين ديالنا. عندي هنايا 8 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نضيف لهم واحد الملعقه كبيره ونصف ديال خميره الخبز حبيبات. غادي نضيف كذلك واحد 2 معالق كبار ديال السكر، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف كذلك واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. وبطبيعه الحال يعني باش غادي نعجنوا هاد المكونات بالماء دافي، يعني وكي كنقول لكم دائما اللي عندها العجانه تستعملها واللي ما عندهاش تعجن غير بيديها. كنبقى نضيف الماء دافي حتى كتجمع لي العجين ديالي وما تكونش قاصحه بطبيعه الحال. ملي كنشوف العجين ديالي تجمع بهذا الشكل هذا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزبده، من الاحسن تكون بحراره المطبخ. كندخلوها مزيان في هذا العجين ديالنا صافي حتى كينسجم لي. كي كتشوفوا معايا العجين كيجي خفيف هكا، كنخليوه خفيف ما يكونش ثقيل. كي كتشوفوا بهذا الشكل غادي نوضعوا في واحد الاناء وكندهنوا الوجه ديالو بالزيت وكنغلفوه بالبلاستيك الغذائي وكنخليه حتى كي يخمر ويتضاعف الحجم ديالو. في هذا الاثناء غادي ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا المالحه. خديت هنا مقيله وضعتها على النار، ضفت لها واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نضيف واحد البصيله كبيره اللي حكيتها. غادي نضيف لها واحد شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار فلفل الاسود، وغادي نشحرها واحد شويه. ومن بعد غادي نضيف لها غادي نضيف لها الكفته ديال الدجاج. انا خديت صدر ديال الدجاج وطحنته، غادي نضيفو لها. كي كتشوفوا معايا خديت هنايا الدجاج وطحنته، غادي نضيفو. راكم عارفين يعني هو كيطيب بسرعه. وغادي نضيف التوابل اللي غادي نحتاج فيها. عندي غادي نضيف لها الزنجبيل اللي هو سكينجبير، وغادي نضيف الفلفل الاحمر، وكذلك غادي نضيف واحد شويه ديال الكركم الخرقوم، وغادي نضيف واحد شويه ديال القزبور حبوب يابس مطحون كيعطي واحد النكهه زوينه. وكنضيف واحد شويه ديال القرفه، الا بغيتو ما تضيفوهاش ما تضيفوهاش. صافي كنخلي هذا الخليط ديالي حتى كيطيب. وغادي نضيف له واحد شويه ديال لادان فيمي قطعته طريفات. الا ما عندكمش ما تضيفوهش، غير هو كيعطي واحد النكهه زوينه. من بعد غادي نحيد المقله ديالي من على النار وغادي نوضع واحد الكاسرونه فوق النار. غادي ندير فيها واحد الكاس ديال الحليب، واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نضيف كذلك واحد 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث، وإلا عندكم المربع ضيفوه. وغادي نخلط كلشي بالضرب اليدوي حتى كنشوف الخليط ديالي بدا كيتقال. عاد كنحيدو من على النار وكنعاود نرجع ديك المقله ديالي على النار وكنصب عليها هذا الخليط اللي وجدت. هذا كيجي لذيذ بزاف. غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نخليه يعني غير واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق غير على ما كيتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي نطفي النار ونخلي هذا الخليط ديالي حتى كيبرد. غادي ندوزو كذلك نوجدو الكريمه ديالنا اللي غادي نستعملو باش حتى هي تبرد. بيد ما يعني نوجدو العجين ديالنا. بالنسبه للكريمه عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب. غادي نضيف لها كذلك واحد 3 المعالق كبار ديال السكر، يعني كيبقى على حساب الذوق. كيشتو يعني العجين ديالنا راه مسوس. غادي نضيف هنايا 2 المعالق كبار ديال مايزينا ديال النشا، واحد الساشي ديال الفانيلا. نوضعهم فوق النار حتى يبداو يشكلوا فقاعات. كنحيدهم ونضيف لهم واحد الملعقه صغيره الزبده، وغادي نخلطها مزيان ونغطيهم بلاستيك غذائي ونخليه حتى كيبرد باش ما كيشكليش ديك القشره الفوقانيه. دابا غادي ندوزو نوجدو الكيك ديالنا. وضعت هنا 3 الحبات ديال البيض، واحد القبيصه د الملحه، وضعت كاس ديال السكر هنا تقطع لي التصوير. المهم درت كاس السكر وخليته حتى طرب لي مزيان. ضفت هنايا واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وهنايا غادي نضيف واحد 2 كؤوس ديال الجزر اللي حكيته في الحكاكه الرقيقه. هاد الكيك تيجي رائع وكيشتو معايا صحي بالنسبه للوليدات اللي ما تيبغيوش خيزو، يعني هنايا كنعطيوه لهم ما تيعرفوهش كاع. ضفت هنايا 2 كؤوس كي قلت لكم ديال خيزو كيشتو معايا محكوك. وهنايا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وغادي نضيف الدقيق ديالي. ضفت هنايا كأس ديال الدقيق، وضفت
جوج خمارات، وهنايا زدت كأس اخر ديال الدقيق، وفي الاخير ضفت واحد المعلقه ديال الخل. يعني بالمجموع درت جوج كؤوس ديال الدقيق. انا المقادير كنخليهم لكم دائما في صندوق الوصف باش يسهل عليكم انكم يعني تصاوبوا هاد الوصفات. خديت هنا المول ديالي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وصبيت فيه الخليط ديالي، وغادي ندخلو الفران ونخليه حتى كيطيب. هنايا العجين ديالي من بعد ما خمرته تبارك الله راه خمر لي بزاف. غادي نخرج منه ديك الهواء، وكي كتشوفوا معايا العجين راه خفيف، كيجي ما شاء الله. هذا العجين كيجي غزال بزاف. غادي ناخذ العجين ديالي وغادي نبدا يعني هذا العجين ديالي كامل غادي نشكلو هكا الكريات. يعني العجين كله غنشكلو الكريات، عاد في الاخير غادي نقسم. يعني النصف غادي نديرو حلو، والنصف غادي نديرو يعني غنعمرو بديك الحشوه ديالي المالحه. المهم العجين ديالي كامل غادي نديرو هكا كريات حتى نكمل يعني الكميه ديال العجين اللي عندي كامله، وعاد غادي ندوز باش غادي نشكلهم معكم. هنا كيشتو يعني شكلت العجين ديالي كامل كريات كي قلت لكم. كنستعنوا بالدقيق لان كيشتو معايا العجين راه خفيف. غادي نسرح يعني ديك الكره هكا يعني على شكل دائره، وغادي ناخذ الحشوه ديالي من بعد ما بردات وغادي نوضعها هكا في الوسط يعني. وكما المعتاد غادي نجمعوا الجنيبات باش نشكلوا واحد لي باغيت هكا صغيورين. كنشدوا الجنيبات ديالنا مزيان باش نتاكدوا انهم ما يتحلوناش في الفران. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه، يعني الطريقه راها واضحه. صافي نبدا نسرحهم ونوضع يعني الحشوه في الوسط، ونجمع جنيبات على شكل باغيت ونوضعهم في الصفيحه اللي غادي تدخل الفران، يعني حتى نكمل الكميه ديال المالح ديالي كامل. يعني نكمل ديك الحشوه اللي عندي، ومن بعد غادي ندوزو باش نشكلو يعني الحلو ديالنا. يعني غادي نديرو ديك لي شنيك بديك الشكل هكاك، اولا ديك لي بغيوش يعني سميوهم كما بغيتو. هنايا غادي ناخذ يعني نستعن بالدلاك، غادي نوضع الدقيق كي قلت لكم العجين كيلصق. غادي نسرحها حتى هي هكا كره. كناخذ معلقه من ديك الكريمه اللي بردات كنسرحها فوق العجين، غير ما نخرجوش على الجنيبات وما نديروش بزاف د الكريمه، غير شويه. وكندير هنايا لي بيبي دو شوكولا وكنجمع هكا كي كتشوفوا. كنرخيو يدينا ماشي كنلويو كي شفتوا معايا. كنثبت هاد الاطراف هكا وكنجيب السكين كنحل في الوسط وكنخالف هاد الطريفات هكا كيجيو هكا على شكل بحال قليب. تيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. غادي نعاود معكم الطريقه. كنظن يعني راها سهله، غير تبعوا معايا لا فيديو. كي قلت لكم يعني ما نوضعوش الكريمه بزاف باش ما تخرج لناش يعني فاش يكونوا كيطيبوا. كنديروا لي بيبي دو شوكولا. شفتوا معايا كي كان نجمع الجنيبات، كنرد طريف على طريف وكنجمع هاد الجنيبات هادو مزيان. تبتوهم مزيان باش ما يتحلوا لكمش، وكنفلحها هكا في الوسط وكنرجعها الطريف على هاد الطريف. وصافي غادي نكمل هكا بنفس الكيفيه ونوضعهم في الصفيحه اللي كتدخل الفرن. هنايا خديت بيضه، درت لها شويه ديال الخل ودهنتهم، راه تقطع لي التصوير. وكي شفتوا معايا زينت الجنيبات بالبافو، والوسط درت الشوفان. يعني نتوما زينوهم كما بغيتو. هادو يعني حتى هما دهنتهم بالبيض، ورشيت ديك الجنيبات هادوك باللوز مهرمش. الا كان عندكم اللوز ايفيلي ديروه، انا كانت سالالي درت غير اللوز مهرمش. هذا هو الكيك ديالي من بعد ما طاب. كي شفتوا معايا كيجي خفيف وهشيش. خديت هنايا واحد القطعه ديال الشوكولا وضفت لهم واحد جوج معالق كبار ديال الحليب، وغادي نسقي بهم هذا الكيك ديالي، ولا غادي نزين بهم هذا الكيك هكا يعني من الفوق. وغادي نزينو بلي بيبي دو شوكولا. يعني زينوه باش ما بغيتو، يعني داكشي اللي عندكم في الدار ديروه. راه كيجي خفيف بزاف وهشيش. هذا الكيك تيجي الصراحه اكثر من رائع. صافي هنايا انا زينته بلي بيبي دو شوكولا. وهادو هما الاشكال ديالي من بعد ما خرجوا من الفرن. هادو لي باغيت. شفتوا معايا العجين كيجي اكثر من رائع صراحه، خطير. وشفتوا مكوناته بسيطه وصراحه تيوجدوا بسرعه. شفتوا معايا كي كيجيو ديك الحشوه كتجي لذيذه بزاف وسهله صراحه، سهله وبسيطه. والعجين كي قلت لكم تيجي روعه. هادو هما لي باغيت ديالنا. هذا الكيك حتى هو ديالنا من بعد ما وجد. وهادو ديك لي بغيوش من بعد ما طابوا. شفتوا معايا كي كيجيو خفيفين وهشاش، والشكل ديالهم تيجي رائع. انا ديك الجنيب التحتاني اللي درت له اللوز مهرمش، كي شفتوا معايا من بعد ما خرجتهم يعني رشيتهم بشويه ديال السكر ثقيل، غير يعني كديكور للتزيين. شفتوا معايا راه كيجي المنظر ديالهم زوين. والكيك ديالنا غادي نقطعو معاكم باش تشوفوا كي كيجي
من الداخل، يعني راه صحي بزاف. يعني الوليدات كي قلت لكم اللي ما تيبغيوش ياكلوا خيزو، شفتوا معايا راه كيجي خفيف بزاف وكيجي لذيذ الصراحه، تيجي زوين بزاف. وكيشتو يعني طريقه بسيطه، يعني نوجدوا يعني كوتي يعني دغيا دغيا، ويكون مشكل ومنوع واقتصادي في نفس الوقت. يعني ما فيهش مقادير اللي هي كتيره. كنتمنى ان الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وكي قلت لكم يعني المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن التعليقات ديالكم اللي كنشكركم عليها بزاف وعلى الدعم ديالكم. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى ديالها، كنتمنى أنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال. وإن شاء الله كنتمنى أن فيديوهاتي يكونوا كينالوا الإعجاب ديالكم وتكونوا كتجربوا الوصفات وكيلقاو الاستحسان ديالكم. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.